من محمد شريف لبرستاو لكهربا لحسين الشحات لتريزيجيه، فرص ضيعتها رعونة لاعبي الأهلي، ومش أي فرص، ده في منهم ضربات جزاء، يعني حاجة في منتهى العبث الكروي. والعبث ده يا سيدي مش بيحصل غير في فرص تاريخية تبقى سانحة ليك في إنك تدخل التاريخ من أعظم أبوابه، في إنك مثلا تكسب ريال مدريد، في إنك تكسب أول بطولة دوري سوبر أفريقي، في إنك يتكتب اسمك بحروف من ذهب كأول هدف سجل في أول بطولة كأس عالم بمفهوم جديد، وإنك تكسب ميسي أعظم من لمس كرة القدم عبر التاريخ في مباراة رسمية بسكور عالمي، وإلخ إلخ. لكن إزاي؟ طبيعتنا كمصريين في الكورة إننا لازم نعمل دراما، ومش أي دراما، دراما مصحوبة بشلل رباعي خماسي بيضرب الجمهور العاشق ليك في مقتل وينكد عليه. ومش بس في كرة القدم على فكرة، أو في منتخبات، لا ده في كله، كرة يد وكرة طايرة وكل حاجة. لكن بالإمكان بيبقى أكبر وأكتر من مكان، لأن عندنا مقاومة النجاح، وكمان أنت كلاعب بتديني أمل وتقول لي أنا قادر أفوز بمكسب كبير جدا، لكن فجأة بتاخد الأمل ده مني، عامل زي اللي بتدخله الجنة وتعشمه وتوريه نعيمها كله وبعد كده ترميه في جهنم. طب ليه انت عشمتني من الاول؟ بص يا عزيزي، هي مش جديده علينا، احنا كمشجعين كره القدم اخدنا على كده. لكن امبارح كانت ليله فجريه دراميه كالعاده من الاهلي، عشمنا وخلع، من مكسب بسكور للخروج بشق الانفس، ونحمد ربنا على التعادل العادل. لو هنتكلم فني، فالاهلي بمدرب جديد ولاعيبه لسه مش منسجمه قوي، مع هبوط في الحاله البدنيه، وفي لاعيبه ما لعبتش بقالها فتره زي زيزو مثلا، ولاعيبه مجهده زي وسام ابو علي، وده بان جدا على ادائه في المباراه. لكن بعد إصابة إمام عاشور اللي بنتمنى له السلامة يا رب، ويرجع بعد شهرين أو شهر ونص على الأقل ونشوفه على خير، تعال نتكلم عن ريبيرو المدرب الجديد اللي لسه ماسك الأهلي ولعب ماتش واحد معاه، لكن في 2 قاعدين معاه لعبوا مع الأهلي حوالي ربع موسم، محمد يوسف كمدير رياضي والنحاس كمدرب فني قبل ما يجي ريبيرو. لو هنتكلم مثلا في تفصيلة صغيرة زي الدافع بأحمد سيد زيزو، طب انت عارف ان زيزو مش هيديك لأنه مش في التوب فورم بتاعته، فهتديله مثلا ساعة أو أقل من ساعة، فأنت ليه تنزله في الدقيقة 13 وأنت عارف إنه مش هيديك لحد آخر الماتش، وفاهم إنك هتخلص في الشوط الأول وتطلعه تاني ونخسر تغيير؟ طب إزاي؟ أنت لو عايز تثبت لي إنك مدرب سباك مش هتعمل كده، أنت لو عايز تقول لي إنك مدرب فني بتملك فنيات واللي معاك زي محمد يوسف أو عماد النحاس عندهم خبرة فنية، كنت ممكن تنزل أشرف بن شرقي كجناح وتحط تريزيجيه في النص، لأنه لعبها قبل كده مع حسام حسن في المنتخب، وما نخسرش تغيير، وتعمل تبادل مراكز بينهم براحتك، على الأقل تريزيجيه يبقى لسه فورمة، وكمان أشرف بن شرقي هياخد مركز الجناح ويأدي فيه، وممكن تطلعه عادي، أو ممكن تنزل زيزو كبديل لتريزيجيه زي ما عملت في الآخر لما طلعت تريزيجيه ونزلت حسين الشحات. يا فرحتي والصلاة على النبي، وأنت عارف إن حسين الشحات بيقدم حنكشة بقاله سنة ونص مع النادي الأهلي، أنت ممكن بعد الكلام ده كنت ممكن تنزل زيزو جاهز يكمل لآخر الماتش في آخر تلت ساعة أو ربع ساعة أو حتى نص ساعة، هيديك التوب فورم بتاعته. لكن ليه نرجع بعد كل الصفقات دي كلها نقدم 2 مع بعض زي حسين الشحات وقفشه اللي بيقدموا حنكشه كرويه بقالهم 2 مع الاهلي، وهم الوريث الشرعي بعد خروج محمود كهربا من النادي الاهلي؟ تاني نقطه تبين اللي واقف على الخط ده سباك، انك سبت تريزيجيه يلعب ضربه جزاء والنهارده بتعلن انك عاقبته. يا فرحتي بيك، فين القرار في الملعب؟ انت ليه اصلا ساكت؟ احنا استفدنا ايه من العقوبه اللي توقعت عليه زي ما حصلت قبل كده مع قفشه في الدوري، وخسرنا برضه نقط وكنا ممكن نخسر الدوري، وبعد كده عاقبت قفشه، وانت كمدرب واقف زي البطيخ على الخط. ليه ما تاخدش القرار في وقتها؟ ليه ما بقاش في صرامه في ارض الملعب؟ ليه بناخد القرار بعد الخروج؟ ليه ناخد القرار بعد خساره ماتش؟ في النهايه سيناريو درامي كالعاده، وخسرنا $1,000,000 لان المكسب كان هيديك $2,000,000، لكن التعادل اداك $1,000,000، يعني ركله جزاء $1,000,000. وكالعاده ده مش جديده، ما هو كهربا قبل كده خسرنا ملايين الدولارات برضه في عدم صعودنا لنهائي السنه اللي فاتت قدام ريال مدريد في مباراه باتشوكا، وخسرنا برضه بضربات الجزاء، ضربات الجزاء اللي بقت عليها علامات استفهام كبيره خاصه في الاهلي، كانه مكتوب علينا بعد ما كنا بناخد بطولات بيها بقت مصدر خساره بطولات وملايين الدولارات. في النهايه الاهلي يملك الامكانيات لو بعد الشر علينا ركزنا في التفاصيل الصغيره وما بقاش في رعونه واخد اللقطه ونفكر في مصلحه الفريق، فالاهلي يقدر يروح لبعيد في البطوله دي اللي هتعود بماديات كبيره جدا تقدر تخلينا في حته تانية بعيده عن كل الفرق المنافسه، وتحطنا في مصاف الفرق العظيمه، وتضيف لفريقنا تاريخ فوق التاريخ. بالتوفيق للاهلي في مباراتين قادمتين ونحقق الصعود، لان ده اقل ما يليق بالنادي التاريخي العظيم، وما نعملش دراما تسبب في شلل رباعي للجمهور، لان احنا بجد مش هنسامح فيها، ومش هنلاقي حد نحاسبه. هنحاسب مدرب جديد ولا اداره جابت صفقات ولا رعونه لعيبه؟ في النهايه هو لعيب كوره، لكن في النهايه احنا لازم ناخد بالنا من التفاصيل، لازم نعمل حساب كل حاجه. اذا كنا عايزين نوصل لبعيد قوي في البطوله دي لازم يبقى في شده، لازم يبقى في قرارات حاسمه في ارض الملعب.
وإلا هتبقى بطولة زي اللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها. تبقى قدامنا فرص تاريخية ندخل التاريخ من أوسع أبوابه ونضيعها من إيدينا برعونة شديدة جدا. إحنا بجد عاملين فريق كويس جدا من بعد فريق الأحلام من جيل تريكا وبركات وفلافيو وعماد متعب. الجيل ده في إيده يحقق حاجات كتير جدا ما اتحققتش من سنين للأهلي وللكرة المصرية. فيا رب ما نخيبش الظن، يا رب ما نضيعش الفرصة من إيدينا، علشان بجد هتبقى عنيفة قوي على الجمهور، خاصة في ظل الجوائز المادية الكبيرة جدا 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 اللي عمرنا ما شفناها في كرة القدم، وكمان شهرة كبيرة وواسعة لجماهيرية النادي الأهلي في العالم كله. في النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي إنه يوصل لبعيد في البطولة، ويا رب ما نشوف حسين الشحات ولا قفشة مع بعض تاني في الملعب.